مع رامي المشد زميلنا كان موجود مع عماد متعب، نشوف قال ايه ونرجع تاني لاستوديو التحليل. نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب القومي كابتن عماد متعب، تقول ايه بعد اللقاء النهارده؟ لا مفيش الف مبروك والحمد لله على 3 نقط، وان شاء الله المزيد من المكسب والتألق ان شاء الله. قول لي، كنت متوقع هدف النهارده؟ وهل لعيبه النادي الاهلي كانت محتاجه ان يعني الناس تضغط عليها والنتائج تضغط عليها عشان نشوف الاداء كويس ده مع النتيجه كويسه كمان؟ خالص، يمكن الماتش الاخير ما كانش فيه توفيق في الشوط الثاني، والحمد لله دي اللعيبه بتاعت النادي الاهلي واللعيبه على مستوى عالي، ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. اخر سؤال ليا، رسالتك ايه لجمهور النادي الاهلي اللي زي ما انت شايف بيجوا وراكم في كل حته؟ بشكركم طبعا على المجهود اللي انتم بتقوموا بيه معانا، وده جمهور النادي الاهلي ومش حاجه جديده عليهم. مبروك يا عمر. رامي ربيعه نجم النادي الاهلي، يعني كنت مفاجاه النهارده لدفع بيك كاليبرو. هل مستر مانويل جوزيه اتكلم معاك الاسبوع ده ان احنا هنشتغل بالشكل ده وهتبقى موجود ولا لا؟ لا، هو كان مستر مانويل ما بينش اي حاجه في التشكيل، هو بس قال انا ممكن اغير التشكيل زي ما انتوا سمعتوا. بس كانت مفاجاه لي ان انا العب، بس عادي يعني الواحد بيثبت نفسه ماتش بعد ماتش، ان شاء الله ارجع الثقه لمستر مانويل جوزيه ان شاء الله. كنت زعلان شويه انك يعني مش موجود في الماتشات اللي فاتت، والحمد لله النهارده بتأدي بشكل رائع ومدي ثقه للفريق خاصه ورا. لا الحمد لله، انا ما كنت زعلان، بس هو كنت لازم اتقرص شويه عشان اتعلم من اخطائي، دي وارده في كره القدم، بس لازم اتعلم بعد كده، والحمد لله يعني هحاول اتعلم بعد كده ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اشكرك رامي، واشكر رامي ربيعه وعماد